السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بكم في درس جديد من قناة انجليزي تاني مع زياد نصر. لسه مكملين مع طلاب الصف الاول الاعدادي. خلصنا يونت 1 كلها، خلصنا شرح الجرامر اللي موجود. احنا طبعا بنشرح جرامر عشان اللي ما كانش متابع من الاول، احنا بنشرح جرامر فقط، لكن ان شاء الله هنعمل جروب على الواتس عشان نشرح فيه الكلمات والدروس ان شاء الله. طيب، خلصنا يونت 1 كلها، شرح الجرامر بتاعها كله. ان شاء الله النهارده هنبدا في جرامر يونت 2. بس جرامر يونت 2 في جزء منه صغير انا كنت شرحته مع جرامر يونت 1 اللي هو ظروف التكرار، فمش هعيده تاني. فانا هشرح ان شاء الله النهارده جرامر يونت 2 lesson 3 و 4. هشرح النهارده الوحده الثانيه، الدرس الثالث والرابع. طيب، النهارده ان شاء الله عندنا حاجه اسمها possessive apostrophe s، اللي هي apostrophe s الملكيه. كلنا عارفين apostrophe s الملكيه تستخدم للتعبير عن الملكيه، يعني بستخدمها علشان اقول الحاجه دي بتاعتي او بتاعتك او بتاعتها او وهكذا. يعني مثلا لو انا قدامي مثلا عربيه باباك، فاقول كده my father's car. my father's car this is my father's car. حطيت لي كلمه father apostrophe s الملكيه. طيب، ما اجي اقول لك مثلا الشارع دوت مثلا شارع احمد this is Ahmed's street. Ahmed's street، حطيت لاحمد apostrophe s الملكيه. اجي اقول لك مثلا دي لعب الاطفال. These are the children وحط لها apostrophe s الملكيه. These are the children's toys. تمام كده. بس الجديد اللي احنا عايزين نعرفه النهارده ان احيانا ما بنستخدمش ابوستروفي اس الملكيه وبنستخدم مكانها ابوستروفي بس. ازاي الكلام ده يا مستر؟ طيب بص يا سيدي، انا هشرح لك الدرس ده بالتفصيل، ركز معايا. هعمل لك في نقط، 4 نقط بس. طيب يلا، النقطه الاولى بتاعتنا بيقول لك اذا كان الاسم مفرد نضع ابوستروفي اس الملكيه. يعني لو الاسم مفرد حط له ابوستروفي اس الملكيه. زي ايه؟ زي ما احنا قلنا من شويه this is Ahmed's street. Ahmed's street، احمد ومحطوط له ابوستروفي اس. تمام، يبقى دي عارفينها يا مستر. this is مثلا ماجدا's dress. ماجدا's dress يبقى فستان ماجده. يبقى تمام، يبقى اي اسم مفرد حط له ابوستروفي اس الملكيه. النقطه رقم 2 خلي بالك منها بقى، اذا كان الاسم المفرد ينتهي باس. يعني لو الاسم المفرد اخره حرف الاس نضع معه ابوستروفي فقط او ابوستروفي اس. يعني قدامك اختيارين، يا تحط ابوستروفي بس يا تحط ابوستروفي اس. طب ايه الشائع يا مستر؟ ايه اكتر حاجه بنستخدمها؟ بنستخدم ابوستروفي بس، ولكن ينفع ان احنا نحط ابوستروفي اس. يبقى تاني كده النقطه رقم 2، اذا كان الاسم مفرد تمام كده وينتهي بحرف الاس، زي كلمه انس، زي كلمه ونيس، زي كلمه ايناس، زي كلمه عباس. دي كلها اسماء تنتهي بحرف الاس. الاسم ده ممكن احط له يا اما ابوستروفي بس براحتي، احط له يعني بعد الاس كده ابوستروفي بس، او احط له ابوستروفي اس عاديه. مثال this is ايناس. لاحظ كده حطيت لي ايناس ايه؟ ابوستروفي بس من غير اس. this is ايناس car. ايناس car. this is ايناس car. ممكن اقولها this is ايناس's car. هي صح ولكن تقيله في النطق. يبقى النقطة الثانية زي ما احنا اتفقنا، إذا كان الاسم مفرد ينتهي بحرف الاس نضع له أبوستروفي فقط أو أبوستروفي اس ملكية. النقطة رقم 3 بقى مع الجمع. يبقى النقطتين الأولين كانوا مع الإيه؟ مع المفرد. النقطة الثالثة مع الجمع، إذا كان الاسم جمع وينتهي بحرف الاس اللي هو الجمع المنتظم. تمام كده، لأن احنا زي ما أنت عارف إن في نوعين من الجمع، الجمع المنتظم والجمع الغير منتظم. يبقى إذا كان الاسم مفرد، إذا كان الاسم جمع وينتهي بحرف الاس نضع له أبوستروفي فقط. ليه؟ عشان ما نتقلش لساننا. زي مثلا لو أنا مثلا عندي كلمة بويز يعني أولاد، فعايز أقول مثلا ملابس الأولاد، أقول كده إيه؟ the boys. حط البويز إيه؟ أبوستروفي بس من غير اس. the boys clothes. the boys clothes. The boys clothes يعني ملابس الأولاد. مثلا عايز أقول مدرسة البنات، أقول كده the girls school. the girls school. the girls school. بحط الجيرلز إيه؟ البنات أبوستروفي بس مش أبوستروفي اس الملكية. يبقى النقطة الثالثة، إذا كان الاسم جمع ينتهي بحرف الاس اللي هو الجمع المنتظم، يعني اللي هو الجمع العادي إن إحنا بنحط حرف الاس على أي كلمة، ساعتها هعمل إيه بقى؟ أحط أبوستروفي فقط مش أبوستروفي اس. طيب النقطة رقم 4، إذا كان الاسم جمع شاذ. في جمع شاذ زي كلمة مثلا child جمعها children. man جمعها men. woman جمعها woman. woman جمعها woman اللي هي النساء. خلاص كده. مثلا عندي كلمة فأر ماوس جمعها mice. دي كلها اسمها أو بنسميها جمع غير منتظم.
طيب الجمع الغير منتظم ده اللي هو ما فيهوش في الاخر حرف الاس، اعمل معاه ايه؟ نضع له ابوستروفي اس الملكيه. يبقى النقطه رقم 4 تاني، اذا كان الاسم جمع غير منتظم اللي هو الجمع شاذ لا ينتهي بحرف الاس، نضع معه ابوستروفي اس الملكيه. زي ما اجي اقول لك مثلا، عايز اقول هذه غرفه الاطفال، this is the children نحط لها ابوستروفي ايه؟ اس الملكيه. this is the children's room. خلي بالك children نحط لها ابوستروفي اس، children's room. طيب عايز اقول مثلا ملابس الرجال، او عمي يمتلك محل يبيع ملابس الرجال، اقولها ازاي؟ my uncle has a shop that sells men's clothes. اتفقنا كده؟ تمام. عايز اقول مثلا ان مثلا كتب الاطفال، او مثلا كتب النساء، these are the women's books. طيب بعد كده عايز اتعلم النهارده في الدرس ده ازاي اسال عن الملكيه. ازاي اقول مثلا الحاجه دي بتاعت مين؟ يعني لمن هذه الايه؟ مثلا الكتاب، لمن هذا القلم، لمن هذه السياره، لمن هذه الكره. عايز اقول الحاجه دي بتاعت مين. كان في عندنا كلمه اسمها whose، كنا واخدينها قبل كده تقريبا في سنه رابعه في الابتدائي. whose معناها ملك من او لمن. بقول كده ببدا كلامي بهوز، بعد كده اسم الشيء اللي انا عايز اسال عنه، زي مثلا car، street، dress، اي كلمه يبقى whose، بعد كده اسم الشيء اللي انا بسال عنه، بعد كده is او are على حسب الشيء ده مفرد ولا جمع. يبقى مثلا whose car is. طب whose cars يبقى whose cars are. تمام كده. زائد بعد كده اسم اشاره this، that، these، those. ممكن اقول it، they. طيب يبقى المثال اهو whose car is it. يعني سيارة من هذه؟ عربية مين دي؟ اقول كده this is my uncle's car. my uncle's احط الانكل ايه؟ ابوستروفي اس ملكية. this is my uncle's car. طب عايز اقول مثلا ملابس مين دي؟ اقول كده whose clothes are these. يعني ملابس مين دي؟ ممكن اقول مثلا ملابس البنات، يبقى these are the girls' clothes. خلي بالك من girls ما فيهاش اس، فيها ابوستروفي فقط. these are the girls' clothes. تمام. تعالوا بقى نحل شويه تمارين على اللي احنا خلصناه دلوقتي. اول سؤال معايا بيقول لي this is the room. هذه غرفه نقط. اقول ايه بقى؟ teachers الاولانيه اللي فيها ابوستروفي، اللي فيها اس جمع وبعد كده ابوستروفي، ولا teachers اللي فيها ابوستروفي اس، ولا teachers اللي ما فيهاش حاجه خالص، ولا teacher برضو اللي ما فيهاش حاجه خالص؟ انا عايز اقول غرفه المدرسين. طيب يبقى انا كده مبدئيا عندي اسم جامع وبينتهي بحرف الاس، يبقى الاجابه الصحيحه عندي رقم ايه؟ رقم 1 اللي هي teachers اللي فيها اس ابوستروفي مش ابوستروفي اس. تمام. طب السؤال رقم 2 whose shoes are these. حذاء مين ده؟ they are هم بيكونوا. اختار ايه؟ عليزز ولا علز ولا الز ولا الز؟ اختار انهي واحده اللي فيها اس ابوستروفي ولا فيها ابوستروفي اس؟ طبعا اللي فيها ابوستروفي اس اللي هي اخر واحده خالص. طيب السؤال رقم 3 my sister goes to a nearby يعني بالقرب او قريبه. nearby عايز اقول بقى مدرسه بنات. اقول ايه بقى؟ اقول girls school ولا girls school انهي واحده فيهم؟ ركز كده في الكلام. طبعا احنا كلمه girls جمع، لما احب بحط لها ابوستروفي فقط، يبقى girls school اللي هي اخر واحده. السؤال رقم 4 this is the room. it belongs to علي and عادل. يعني تخص، كلمة belong to يعني تخص أو تنتمي إلى. بتنتمي لعادل وعلي. يبقى هي غرفة الأطفال ولا غرفة الطفل؟ طبعا غرفة الأطفال. طب الأطفال يعني إيه؟ children. طب لما أحب أحط لها أبوستروفي للملكية أحط لها أبوستروفي ولا أبوستروفي اس؟ طبعا أحط لها أبوستروفي اس. يبقى this is the children's room اللي هي غرفة الأطفال. سؤال رقم 5 this is my bike. عايز أقول عجلة أخويا. أقول my brother ولا my brothers ولا my brothers انهي واحده فيهم بقى؟ ركز في الكلام وانا بقول. يبقى الاجابه رقم سي اللي هي brothers اللي فيها ابوستروفي اس، لان brother اسمه مفرد واحط له ابوستروفي اس عادي جدا. طيب السؤال رقم 6 my car was not expensive. عايزين نقول عربيه والدي they bought it 10 years ago. طيب عايز اقول عربيه بابا وماما. اولا كلمه parents اسم ايه؟ اسم جامع ينتهي بحرف الاس. لما احب احط له ملكيه احط له ابوستروفي اس ولا ابوستروفي بس؟ احط له ابوستروفي بس. طب فين الاجابه؟
برافو عليك برافو عليك، اللي هي رقم بي اللي هي parents. خلاص كده يبقى my car او my parents car was not expensive. سؤال رقم 7. These are my not keys. عايز اقول مفاتيح ماما. طب ماما يعني ايه؟ مام. حط لها بصرف اسم الملكيه يبقى these are my mom's keys. طيب السؤال بعده رقم 8. The not shoes are on the second floor. عايز اقول احذيه الرجال. احذيه الرجال. الرجال يعني من. هحط لها ايه؟ ها بصرفي اس ولا ابصرفي اس ولا ابصرفي بس؟ قلت لها بصرفي اس يبقى the men's shoes اللي هي اخر اجابه. سؤال رقم 9. My mother wants to buy meat. ماما عايزه تشتري لحمه. So she went to the. راحت محل الجزاره اسمه ايه؟ butcher يعني جزار butcher. هحط له ابوستروفي اس الملكيه يبقى butchers اللي هي رقم بي. علي broke the not leg yesterday. عايزين نقول رجل الترابيزه. عايز اقول لك بس على حاجه كده ان الاشياء الغير عاقل لا ياتي معها ابوستروفي اس الملكيه. يعني عايز اقول مثلا باب العربيه اقول ايه؟ the car door the car door. طيب مفتاح الشقه the flat key. طيب عايز اقول بقى رجل الترابيزه the table leg يبقى بدون اي حاجه خالص. يبقى الاشياء الغير عاقل لا ياتي معها لا ياتي معها ملكيه او ابوستروفي اس الملكيه. تمام كده. يبقى احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم، واللي لسه مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، واللي حابب ينضم لجروبنا على الفيسبوك هتلاقيني سايب لك اللينك الخاص بالجروب في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.